السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إبداع إبداع إبداع. الفيديو النهاردة من أروع وأفضل وأحسن الفيديوهات. طبعا الفيديو النهاردة البنت حنين، بنت حنين القمر دي عملت لي الفطار العسل اللي زي وشها. عملت لي كده مفاجأة وصحتني من النوم فجأة وقالت لي الفطار يا ماما. طبعا مش هضيع اللحظة السعيدة الحلوة دهية من حياتي ابدا، هنخليها ذكرى كده لبنت حنين الأمورة الحلوة العسل القمر دي اللي عملت لي الفطار العسل ده. والطعم ابهرني بصراحة، الطعم خطير مظبوط، الملح فيه مظبوط، الكمون، الكزبرة، الجرجير، خيار، مقطع، هي خيار ومقطع جرجير وفلفل حار ورشة كمون وكزبرة وفلفل اسود. بصراحة حدا حدا تبهر كده. طعمها لذيذ، الملح فيه مظبوط، الطريقة حلوة، يعني حدا كده أبهرتني بنتي. طبعا لو بنتك عملت كده طبعا هتشجعيها وحدا تفرح القلب. بصراحة طبعا لما بنتك تدخل المطبخ وتعمل لك مفاجأة كده وتعمل لك طبق بيض أو أي صنف انت تحبيه لازم تشجعيها. وانا بشجع حنين على الطبق اللي عملته ده، طبق البيض، حاجة روعة. اتمنى منكم تشجيعها حلوة كده الحنين العسل دي القمر دي اللي عملت. طبعا ومش هننسى المساعدة سوسو، دخلت المطبخ برضو وعملت مع حنين. يلا يا سوسو، عملت ايه سوسو؟ غسلت الأطباق وغسلت المعالق وتاني وقلبت البيض. شطورة شيماء، شطورة المساعدة شيماء، غسلت المعالق وغسلت الأطباق وقلبت البيض، كده شطورة وزي العسل. طبعا الطعم مظبوط، الفلفل الأسود مسيطر على الوصفة، الكمون والكزبرة، الخيار فيها طعمه لذيذ فوق الخيال، ما تحسيش ان طعم الخيار خالص لانه مستوي شوية، والجرجير طعمه خطير. واي طبعا لو انت بنتك دخلت المطبخ وعملت لك فطار كده زي حنين سيبي لي كومنت تحت الفيديو، وهنشجع طبعا اطفالنا على الابداع ده هو وعلشان يدخلوا المطبخ ويبدعوا فيه. وطبعا لو وصلتوا لحد هنا انا ام بلال ودي قناتي، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتشجيع حلوة كده الحنين القمر ده هي. واي بنت كده امورة دخلت المطبخ تشجيع حلوة ليها. طبعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.